حصل معايا موقف صغير بس ركز معايا قوي، لان الفكره دي انا بشوف انها من اساسيات وجودنا هنا في الارض. كنت داخله سنتر ولقيت $20 واقعه على الارض قدام الباب، فاخدتها ودخلت الريسبشن اديتها لهم وقلت لهم لقيت دي واقعه عشان لو حد رجع سال عليها. اللي حصل ساعتها بقى اغرب من $20. لقيت الاتنين موظفين بيبصوا لي بذهول، وواحده منهم فاتحه بقها بصالي وساكته، فابتسمت كده لاني فاهمه في ايه. فقلت لهم انتوا تمام امشي؟ فبداوا بقى يقفلوا بقهم وعينيهم ترجع لطبيعتها. شكرا جدا ان انت عملتي كده، يعني ما حدش بيعمل كده وما حدش بيلاقي هنا فلوس وبيرجعها. وده فعلا بيحصل هنا، المتعارف عليه ان اللي بيلاقي فلوس بياخدها وبيمشي. فانا بقول لاولادي حاجه كده، لما اولادي بيبقوا عايزين يعملوا حاجه زي كده فبقول لهم انت كل مره هتاخد فيها الفلوس دي وتمشي، هي مش هتمشي، هي هتموت جواك حته من ضميرك، هتضعف خلق من اخلاقك، هتلخلخ قيمه من قيمك من مكانها، لحد ما في يوم تصحى تلاقي نفسك مش انت. الافعال الصغيره اللي محدش بيشوفها، الكلمه اللي انت ما قلتهاش عشان ما تجرحش حد، الفلوس اللي رجعتها عشان مش مال حلال، الشغل اللي عملته بضمير مع انك كان ممكن تكروته ومحدش ياخد باله. الافعال الصغيره دي هي اللي بتحافظ على هويتك، وهي اللي بتخلي الخير يفضل موجود في الدنيا ومستمر. ممكن محدش يشوفها ولا يتسقف لنا عليها اوقات كتير، لكن عند ربنا متشافه ومكتوبه وليها اجر. وفي الدنيا هي دي اللي بتحافظ عليك انت من التلوث وتشويه الفطره اللي بقى موجود. فخليك مكمل في الافعال دي، لان دي ممكن تبقى الفسيله اللي انت بتزرعها حتى لو لسه مش شايف اثرها. وشاركونا كده في التعليقات امثله على الافعال الصغيره اللي محدش بيشوفها لكن اثرها ممكن يكون كبير في حياتك.